أخبار إصابات النادي الأهلي، مونديال الأندية، حكام لقائي الأهلي والزمالك، أزمة في كأس مصر، وخروج الترجي، أبرز أرقام كولر. أهلا بكم في حلقة جديدة، وزي ما متعودين دايما بنبدأ حلقتنا بنصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ندعي لإخواتنا في فلسطين يا رب انصرهم اللهم امين. مواضيعنا النهارده مهمه قوي وعايزك تركز معايا في حلقه النهارده. اول حاجه هنتكلم فيها عن اصابات النادي الاهلي. طبعا امبارح بعد امتاع النادي الاهلي وابداعه في مباراه الاتحاد السكندري، للاسف حصل خساره في اصابه اثنين لعيبه من النادي الاهلي، وهم رامي ربيعه واحمد نبيل كوكا. طبعا رامي ربيعه حصل له كدمه في الكاحل، واحمد نبيل كوكا حصل له كدمه اسفل الركبه. ولكن النهارده طبيب النادي الاهلي طمنا وقال لنا ان الحمد لله الاصابه لحد دلوقتي خفيفه، ولكن بكره باذن الله هيتم تحديد عودتهم امتى للنادي الاهلي. عايز اتكلم بقى سريعا عن عوده الجمهور بالسعه الكامله. يعني يا جماعه لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه. الحمد لله، نشكر طبعا سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي، نشوف الجمهور المصري منور استاد القاهره. عايز اكلمكم بقى في حاجه مهمه جدا، وهو كاس العالم للانديه، المسمى الجديد بتاعه مونديال الانديه. يعني خلاص بقى بعد كده ان شاء الله مش هنقول الاهلي في كاس العالم للانديه، لا هنقول الاهلي في مونديال الانديه. ده المسمى الجديد اللي الفيفا طرحه النهارده. وطبعا الفيفا وضح للناس كلها، كان في لغط كتير وكان في كلام كتير، حته ان الاهلي هياخد 40 مليون، لا ده هياخد 50 مليون، لا ده 30 مليون. يا جماعه الارقام دي كلها كانت الناس بتحاول ان هي تجتهد، ولكن الارقام الرسميه هي ان اي نادي باذن الله هيشارك في كاس العالم اللي هو هيكون في امريكا، هيبدا الستارت بتاعه في الفلوس من 6 مليون دولار. ده لكل نادي مشارك في مونديال الانديه. طيب في حاله ان شاء الله باذن الله الاهلي صعد لدور ال 16 او دور الثمانيه او نص النهائي او النهائي باذن الله، هيوصل جوائز المسابقه او مونديال الانديه، هتوصل الحد الادنى بتاعها هيكون 30 مليون دولار في حاله وصولك الى نهائي مونديال الانديه. طبعا بطوله كبيره، وبطوله يعني الاهلي مشرفنا. ان شاء الله الاهلي لو فاز ببطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا السنه دي، هو طبعا هيشارك في بطوله تانية اسمها الانتر كونتيننتال، بطوله اللي هي اسمها بطوله القارات، بياخدوا من كل قاره البطل بتاعها، ويبدا ما بتتلعبش في مكان محدد، بيتعمل قرعه، بطل افريقيا بيلاعب بطل اسيا. هبقى ان شاء الله اعمل لكم حلقه هشرح لكم فيها قصه بطوله الانتر كونتيننتال. وباذن الله باذن الله باذن الله الاهلي مش هيروح يشارك وخلاص، الاهلي باذن الله هيلعب وهيأدي اداء ان شاء الله يشرف بيه الكره المصريه. عايز اقول لكم حاجه كمان في مونديال الانديه، ان احتمال كبير قوي القرعه بتاعه المباريات او ترتيب المواجهات هتكون في شهر 6 او 7 القادم ده. القادم ده شهر 6 او 7 2024، بنسبه كبيره ممكن يتحدد المواجهات او مجموعات مونديال الانديه باذن الله. وطبعا اول ما هنعرف المعلومه بالظبط هنطلع نبلغها لحضراتكم. كمان ان الفيفا حدد وصول الانديه الى امريكا هتكون بتاريخ 10 6 2025. بعثه اي فريق مشارك هيكون مكون من 55 فرد. الانتقالات هناك في امريكا هتكون على حساب الفيفا. طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي، كبير افريقيا وكبير العرب. حكام لقائي الزمالك والاهلي، طبعا احنا عرفنا ان تحدد لقاء الذهاب والعوده بالنسبه للزمالك وبالنسبه للاهلي. نبدا بالاهلي، اتحدد له مصطفى غربال في الذهاب اللي هيكون في الترجي في تونس في استاد رادس ان شاء الله. مصطفى غربال طبعا صاحب القضيه، ممكن نتمنى له التوفيق. والعوده هيكون الحكم ناداله. طبعا الاثنين حكام مفيش كلام عليهم، الاثنين حكام كويسين، نتمنى التوفيق وباذن الله النادي الاهلي يحصد الثانيه عشر باذن الله. اما لقاء الزمالك هيكون في الذهاب بيتر كاماكو، وفي العوده هيكون عيسى سي. والزمالك كان قدم احتجاج لطاقم تحكيمه امام نهضه البركان، لان كان حكم الفار في الذهاب وحكم الفار كمان في العوده في القاهره هنا ان شاء الله هيكونوا حكام توانسه. الزمالك اعتراضه بيقول ان معين الشعباني وهو المدير الفني لنهضه البركان
تونسي، وانت جايب حكام فار من تونس في ماتش الذهاب وماتش العوده. فهنشوف هيحصل ايه، ولكن طبعا الاتحاد الافريقي مش هيغير طاقم الحكام وهيتم لعب المباريات، ولكن نقدر نقول ان الزمالك بيضغط يعني على لجنه حكام الاتحاد الافريقي. طبعا نتمنى التوفيق لنادي الزمالك والنادي الاهلي، وباذن الله الاثنين يصعدوا او الاثنين يقابلوا بعض ان شاء الله في كاس السوبر الافريقي، وتبقى مباراه قرن ويبقى فيها القضيه ممكن تاني ولا حاجه، مش مشكله. نروح بقى لموضوع في غايه الاهميه وازمه في كاس مصر. يا ترى ايه هي الازمه؟ مباراه الاهلي والالومنيوم في كاس مصر ان شاء الله هتكون يوم 29/5. طب ازاي؟ اذا كان الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري هيستدعي اللاعبين للمنتخب 27 او 28/5، فبالتالي الاهلي مطالب انه يلعب المباراه دي بدون لاعبيه الدوليين. وكابتن حسام حسن كان اخر قائمه كان اختارها كان واخد حوالي 10 لاعبين من النادي الاهلي او يمكن اكتر، او كمان القائمه الجديده ممكن يضم لعيبه اكتر من النادي الاهلي زي مثلا عمر كمال عبد الواحد. النادي الاهلي هل هيوافق يلعب المباراه دي بدون اللعيبه الدوليين؟ فازمه لسه هنشوف هيحصل فيها ايه. خروج الترجي التونسي. يا جماعه الترجي التونسي في حاله من التركيز الشديد لمواجهه نهائي افريقيا امام النادي الاهلي. خلوا بالكم نتائج الترجي هو في الدوري اتعادل مع الصفاقسي 1-1، خسر من الملعب التونسي 2-0. النهارده خرج من كاس تونس، مفيش اي لاعب من الاساسيين شاركوا في مباراه الترجي النهارده. المدير الفني مريح كافه اللاعبين، مركز قوي لمواجهه النادي الاهلي. ومش كده وبس، دول مرعوبين رعب شديد وعاملين حساب للنادي الاهلي بعبع قاره افريقيا. باذن الله يكون كولر مركز قوي لمواجهه الترجي. وده هياخدنا للموضوع اللي بعديه، وهو احصائيات المرعب العبقري مارسيل كولر مع النادي الاهلي. مارسيل كولر لعب مع النادي الاهلي 97 مباراة، فاز في 65 مباراة. طب اتعادل في كام؟ اتعادل في 22 مباراة. طب تعالى بقى اقول لك خسر 10 مباريات مع النادي الاهلي. كمان كولر تحت قيادته الفنية الاهلي سجل 178 هدف، استقبلت شباك النادي الاهلي 60 هدف. طبعا يعني ارقام تدل على عظمه النادي الاهلي وعلى المدير الفني العبقري ده. نتمنى طبعا التوفيق لمارسيل كولر فيما هو قادم مع النادي الاهلي باذن الله. والاهم من كل ده نتمنى التوفيق للكيان العظيم، وان شاء الله ال12 باذن الله تقترب بشده من جدران القلعه الحمراء. كده مواضيعنا النهارده خلصت وحلقتنا خلصت. اشوفكم دايما بافضل صحه وافضل حال. ما تنسوش لايك واشتراك في القناه. شكرا ليكم. سلام عليكم.